احتياط العراق من العملات الأجنبية ينخفض بشكل شهري بسبب الأوضاع بمضيق هرمز وانخفاض الواردات مقارنة بالإيرادات. بأول شهرين من هذه السنة وحسب بيانات البنك المركزي العراقي انخفضت احتياطات العملات الأجنبية 4.5 تريليون دينار تقريبا 3.5 مليار دولار بسعر الصرف الحالي. يعني من بداية السنة انخفض الاحتياط العراقي من 131 تريليون دينار إلى 126 تريليون، وهذا يعني المبلغ المسحوب هو 4.5 تريليون دينار. حاليا إيرادات العراق من بيع النفط ما تغطي ربع الحد الأدنى من الإنفاق الشهري على الرواتب والاستثمار، وبحالة الإيرادات إذا ما تغطي النفقات يلجأ العراق لاستخدام الاحتياطي من العملات الأجنبية. زين، شنو يمتلك العراق بالاحتياطي؟ احتياط العراق ثلاث أنواع: عملات أجنبية كاش، دولار وجنيه استرليني ويورو، وأوراق مالية يعني سندات، وذهب. النسبة الأكبر من الاحتياطي هي أوراق مالية، أما الذهب تقريبا 28% من الاحتياطي، والباقي عملات أجنبية. الصعود والنزول بأسعار الذهب تؤثر بشكل مباشر على قيمة الاحتياطي. على سبيل المثال نزلت قيمة الاحتياطي العراقي من الذهب من 36.9 تريليون إلى 34.1 تريليون دينار عراقي بسبب نزول أسعار الذهب بشهر شباط من 5019 دولار للأونصة إلى 4862 دولار للأونصة. الاحتياطي العراقي يعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط. إذا انخفضت إيرادات النفط انخفض الاحتياطي، وإذا زادت زاد الاحتياطي. وبما أنه الإنفاق يتزايد بدون تنويع مصادر الواردات، هذا يشكل نقطة ضعف بالاقتصاد العراقي. والاعتماد فقط على صادرات النفط عادة تكون محكومة بعوامل جيوسياسية وأسواق عالمية ممكن ما تغطي الواردات، بالتالي يزيد الفجوة بين الإيرادات والنفقات، وهذا يعني عجز بالموازنة. بسنة 2024 بلغ العجز 9.7 تريليون دينار، وبسنة 2025 17 تريليون دينار. الحفاظ على الاحتياط العراقي مستقر هو صمام أمان للعملة العراقية والجدارة الائتمانية والسمعة الدولية والأمن الغذائي والدوائي. لذلك لازم تتم إعادة النظر بهيكل العراق الاقتصادي، تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد فقط على النفط. شكرا للمتابعة.